مساء الخير. ولو انت متابع للقناة ففي اكتر من فيديو بوسترات مصرية كنت بقول جملة وهي جرأة في العبط، يعني جرأة انك تعمل الغلط ومع ذلك تعتمد الشغل، او هي الاخطاء الواضحة اللي ما تعرفش ازاي المصمم اعتمد الشغل بحالته كده. وبالصدفة ارتبط ذكرها بالبوسترات المصرية، مما جعل بعض الناس سواء متابعين او ناس مسؤولين عن الشغل يتقمصوا منها وياخدوا على خاطرهم قوي كأنها مش حقيقة. لذلك الفيديو ده هنذكر فيه قد ايه الخواجة عنده برضه جرأة في العبط، لان مش احنا بس اللي بنغلط، عادي جدا الاجانب بيغلطوا، وبعض الاحيان في افلام كبيرة كمان بيكون عندهم جرأة في العبط. الفيديو مفهوش كلام تصميم معقد على الاطلاق، كلها حاجات بديهية انت كمتفرج عادي هتلاحظها وتاخد بالك منها. رقم 6 بوستر تشويقي الفيلم ذا دارك نايت، ومفيش شك على عظمة ثلاثية دارك نايت، بس هنا باتمان سايب كل الشبابيك وباصص دايركت على الفريم الحديد. فانت شايف ايه بالظبط؟ ده غير انه واقعيا هو لازق في الشباك، فكان المفروض يبعد شوية ويجي يمين او شمال عشان يبقى شايف اي حاجة. حد يجي يختلف معايا ويقول لي هو عايز البوستر سيمتري متماثل، اقول لك جميل، كان ممكن يجيب بلاطة او بانل ازاز قدامه بالظبط ويخلي على يمينه وعلى شماله نفس العدد من البلاطات او البانلز. رقم 5 سبايدر مان 2، جميل جدا واللون البرتقاني الملحمي الجميل. البوستر ده كنت بشوفه مطبوع في سايبرات كتير، لكن لما رجعت بصيت عليه لقيت فيه جرأة في العبط في ايد ماري جين، باينه خالص انها فيك، واساسا تحس انها ايد حد تالت حاطط ايده على كتف سبايدر مان. رقم 4 16 بلوكس، البوستر نفسه كبوستر ما عنديش مشكلة فيه ولطيف مقبول، بس بروس ويلس مش دايس على الزناد، وعلى الرغم من كده المسدس مطلع طلقة. كمان بنشوف حاجة مشابهة في ستريت كينجز وواتشمن. رقم 3 300، والتايبوجرافي العنيف اللي شبه الدم والملحمة اللي ورا ايه ده؟ هو غالبا ماسك السيف بس مش ماسكه، يعني ب3 مليم فوتوشوب تتعمل حاجة زي دي بسهولة. والحقيقة حاجة وحشة جدا ان يكون بوستر لطيف ومناسب لجو الفيلم يبقى فيه غلطة زي دي، وكمان راسه تحسها صغيرة شوية عن جسمه. فازاي الغلطة دي عدت على مصمم وانتاج وممثلين ومخرج وكل الناس دي؟ رقم 2 نايفز اوت، وهنا خليني ابعد عن الاخطاء الطريفة البديهية ونتكلم شوية عن التصميم نفسه. الفيلم ناس كتير اشادت بيه، تقييماته كويسة جدا، انا شفته وعجبني، لكن زعلت جدا ان البوستر سيء. نو اوفنس، بس البوستر ده مصري خالص، يعني ده تقفيل مصري مش تقفيل فيلم في هوليوود في 2019. خليني اقولك ان عادي معايا جدا ان افكار بعض الافلام تفرض عليك كليشيه تصميم، يعني مثلا لو فيلم بيدور في مكان واحد فاتقبل التكوين العائلي ده اللي هو رصة الممثلين جنب بعض وخلاص، عادي معايا حاجة زي دي، بس نعملها صح، لان كده احنا ما صرفناش مجهود في الفكرة فنصرف مجهود في التنفيذ. فالتنفيذ كان بنسبة كبيرة مظبوط في ميردر اون ذا اورينت اكسبريس، بس هنا بايظ خالص. الصور ملامحها حادة بشكل سيء، راس الحاج ده متركبة وصغيرة جدا بالنسبة لجسمه، ريتاتش الصور زايد قوي كأنه HDR على وشوش ووشوش لا. طبعا احجام ونسب رايحه في داهيه، يعني مثلا قارن حجم ونسب الوش هنا بالحجم والنسب هنا، او هنا وهنا. مثلا الكاميرا المفروض واقعيا لما بتخلي الخلفيه اوت اوف فوكس او مبلوره ما بتعملهاش بفلتر جاوسيان بلر لان شكله مش طبيعي. بقى في دلوقتي فلاتر في فوتوشوب CC 2020 بتديك الديبث اوف فيلد بشكل واقعي. بوستر كارثي تحسه خلق لجمله جرأة في العبط، وطبعا مصممين البوسترات المصرية رياكتد احببته. رقم 1 افلام نيكولاس كيج وجون ترافولتا، مفيش مقال بيتكلم عن اخطاء بوسترات الافلام الا وتلاقي فيه افلام جون ترافولتا ونيكولاس كيج. ايام راث، شوف رداءة وعك تركيب الراس عامل ازاي، امو سان اندرو، بانكوك دينجرس، والدماغ السفيفة على الجسم الضخم، ذا بويزن روز، بوستر فيلم ماندي، وده اخر حاجة شفتها لنيكولاس كيج اللي كان كله على بعض جرأة في العبط. فروم باريس وذ لاف،
الدماغ الفلات المقلقسة المتكوكة الكبيرة شوية عن الجسم. كمان الكونتكست او السياق في البوستر ده غريب جدا، يعني عربية بتجري وواحد طالع بيضرب بار بي جي، والكوتش ده هادي خالص وباصص للكاميرا وموجه المسدس كده اللي هو ايه عايز حاجة. السؤال هنا ليه في اصرار على تركيب راس جون ترافولتا ونيكولاس كيج مع انهم والله كويسين هنا اهو؟ استنى كده، يكونوا بيعملوا فيس اوف ويشيلوا وش نيكولاس كيج ويحطوا مكانه جون ترافولتا والعكس؟ ايعقل؟ وبس كده. دي الامثله اللي عايز اتكلم عنها الفيديو ده. طبعا في غيرهم كتير، احنا بس لو هنتكلم عن بوسترات الافلام الاجنبيه اللي مركبين الراس فيها بشكل سيء هنعمل سلسله فيديوهات مش فيديو واحد بس يعني لو عايز تشوف جزء تاني من الفيديو ده نجيب فيه امثله فيها جرأة في العبط ومش مصريه عشان المصريين ما يتقمصوش اكتر من كده، عرفني. ودرس اليوم ازاي تعمل depth of field او عمق في المشهد بشكل واقعي من قناة بيني برودكشنز. هسيب لك اللينك في الاي اللي فوق، هتستفيد منه جدا. وطبعا الاسطمبة بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. اهم بقى من كل الفولوهات دي تشوف الفيديوهات اللي فاتت. وبس كده، شكرا جزيلا.